نتمنى تكونوا كاملين بخير وصحتكم في افضل حال. اليوم غادي نشارك معكم اسهل طريقه تقدري توجدي بها الريب في المنزل ديالك. انا خديت كاسرونه درت فيها اطرو ديال الحليب، غادي نزيد عليهم 4 المعالق تاع سكر سنيده، ما يكونوش عامرين، يكونوا مسوحين باش يجيكم في السكر هو هذاك محلوش بزاف. وغادي نخليه حتى يقرب يفيض، وغادي نحيد ليه ديك لابارتي الفوقانيه اللي كيدير ملي كيبغي يفيض ونخليه يبرد شويه. هنا كيف قلت لكم ضروري تحيدوا هاد لابارتي اللي كيدير الحليب ملي كيبغي يفيض بحال الرغوه، حاولوا تحيدوها وخليوه يبرد. ما تخليوش يبرد بزاف، يعني ما يكونش سخون وما يبردش كاع، بين وبين. انا البنات من بعد ما خليت الحليب برد شويه، كيف قلت لكم ما يبردش بزاف، حاولوا تقيسوه بالصبع ديالكم، مهم ما يحرقكمش. غادي ناخذوا دانون ديال فاني، غادي نديروه في واحد الزلافه، وغادي نزيدوا عليه واحد شويه من داك الحليب اللي فيضنا ونخلطوهم مزيان. من بعد غادي نعاودو نرجعوا داك دانون والحليب اللي خلطنا للكاسرونه ونخلطوهم مزيان. وصافي غادي نديروهم في كيسان ونديروهم في الطنجره اللي تكون بالغطايه ديالها، وغادي نزيدوا عليهم الماء يكون سخون ونخليهم تقريبا شي ليله كامله، اقل حاجه 8 سوايع.
فوالا هنا من بعد ما خليتهم ليله كامله غادي تشوفوا الريزولتا دابا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تنسوش ديروا لايك. نشوفكم في فيديو قادم. مع السلامه.